النهارده هعمل معاكم اكله مغذيه غير مكلفه، اكله شعبيه قيمتها الغذائيه عاليه جدا. شجعوني باحلى لايك ويلا نسمي بسم الله. معايا 3 معالق كبار من الزيت. اول ما يبتدي يسخن هنزل عليه ببصله كبيره مفرومه فرم ناعم. اول ما تدبل معايا بنزل عليه بمعلقه كبيره من الثوم واقلبهم مع بعض. بضيف عليهم التوابل: نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، واقلبهم مع بعض. بكون نقع الفول المدشوش ربع كيلو من الفول المدشوش، بنقعه مش اقل من 6 ساعات وبغسله كويس، بصفيه من الميه وبنزل على البصل واقلب بقى اشوحهم كده مع بعض. بضيف عليهم 3 عواد من الكزبره الخضراء وعودين من الشبت، قرن فلفل احمر، قرن فلفل اخضر. الله على الريحه! مكعب مرق بيديها طعم حلو قوي. بضيف عليهم نص كيلو طماطم بكون ضربها في الخلاط واقلب بقى كل الجمال ده مع بعض. واول ما بتغلي بهدي عليها النار خالص عشان تستوي براحتها. كده استوت معانا، شايفين ريحتها تحفه. ده الشكل النهائي ليها. هعمل معاكم بدنجان مخلل. بجيب البدنجان بغسله كويس قوي، بقطعه قطع عريضه. طبعا بتستوي معانا وبيبقى زي الزبده، بيبقى طعمه تحفه، عايزاكم تجربوها هيعجبكم قوي. بقطعه بالشكل ده. عايزه تقطعيه قطع ارفع من كده ممكن تقطعيه زي ما تحبي. برش عليه رشه من الملح وبسيبه لحد ما يدبل بقى وينزل ميته. بكون مسخنه الزيت، بنزل بالبدنجان وبهدي النار خالص عشان يستوي براحته وياخد لون حلو معايا 4 فصوص كبار من الثوم، بضيف عليهم قرنين فلفل حراق احمر واخضر، بقدونس كزبره وشبت، معلقه صغيره من الملح، رشه فلفل اسود، كمون، كزبره. الباذنجان استوى وخد معانا اللون الذهبي الجميل. بطلعه بعمل فلفل رومي، بكون مقطعاه بالشكل ده. بحط معلقتين خل على الثوم وبرشه بالشكل ده. عايزاكم تجربوه، ريحته بتبقى تحفه وطعمه خطير. ممكن تاكلوه لوحده الباذنجان ده بالعيش من غير اي حاجه جنبه. بقطع معاه طماطم، برش عليها من نفس الخليط، وبعصر عليهم ليمونه. برصه في طبق التقديم. شايفين شكله عامل ازاي؟ حاجه كده تفتح النفس. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه وضيفوا اصحابكم وحبايبكم عشان تنوروني. ما تنسوش تحطوا اللايك. باي باي.